مرحبا فيكم، معكم أسامة. اليوم جات لكم بفيديو رياكشن جديد. اليوم يا جماعة رح نرجع نسمع معكم على أحد أعمدة الراب الجزائري، فوبيا إيزاك. من فترة قريبة عملت رياكشن على آخر أغنية له، كانت شو كانت اسمها آخر أغنية؟ فانتازيا على جو راديو. كانت أغنية توب 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 يا جماعة. اسمع. فوبيا بالفترة الأخيرة عم يشتغل شغل رائع جدا، والكل عم يلاحظ الأداء الراقي في آخر أعماله، وبهذا الأداء طبعا عم يرفع الراب الجزائري. المهم يا جماعة خلونا نروح نسمع مع بعض لأغنيته الجديدة، على الأغلب هي كلاش، لأنه اسمها كومبات، يعني الحرب أو هيك شي يمكن. خلينا نسمع مع بعض. ها هي الأغنية حاليا جايبة 107,000 مشاهد، ما صار للأغنية ساعة نازلة. صراحة يا جماعة الفترة الأخيرة هي فترة الراب الجزائري، عم نشوف أعمال كبيرة، أعمال ضخمة مثل رجاء مزيان عم تنزل، ديدين، تراب كينج، كل واحد فيهم عم يشتغل شغل أحلى من الثاني. المهم خلونا نروح نسمع لأغنية كومبات. ليتس جو. شبكات نت يا جماعة. شبكات نت يا جماعة هي الشركة الراعية. رح نوقف الفيديو كتير لأنه أنا عندي تجربة سابقة وانحذف فيديو كان كمان عامله لفوبيا، يعني إن شاء الله ما يحذفون الفيديو لأنه والله متعذب شوي بالفيديوهات. أوكي رح وقف شوي الفيديو. طبعا أحيانا الشركات هدول يعني ما بيقدروا يعملوا شيء، هاي الشغلة بإيد الرابر أو بإيد ما بعرف المنتجين، والله ما بعرف، ما عندي أي فكرة. خلونا نكمل إن شاء الله ما يعطونا سترايك وينحذف الفيديو. الدنيا لطيفة والاخرى لطيفة. حلو. لا 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 لحد الآن الكلمات جميلة جدا. حاولت ألقط الكلمات، صراحة بلشت إني تاخد على الراب الجزائري. قال بأول جملة هاي الدنيا لطيفة والآخرة يا لطيفة مهما كانت الصفة، والجملة الثالثة ما لحقت افهمها. الدنيا لطيفة والاخرى يا لطيفة مهما كانت الصفة ما كاش معرفة، في قبرك ما كاش معرفة. حلو حلو لحد الان كل شي مفهوم. فسر النفاق والعقيدة التالفة، شحال طفولي مشارفة، شحال منظفة، ذيك من الصحبة المربية ولي مثل يا سلام، شحال من دار ولا دارية، كل مشينا ودنيا، شفت رجال كالجاريات وقا يحبوا الماديات، وبالك دعوة الوليات وهادي وصايم الوصيات. دقيقة مقطع عظيم، مقطع رائع من فوبيا. شفت رجال كالجاريات قاعدين يحبوا الماديات، بس الجملة الثالثة ما فهمتها مثل العادة. الجاريات وقا يحبوا الماديات، وبالك دعوة الوليات وهادي وصايم الوصيات. بالك دعوة الوليات، الوليات شو يعني؟ الأمهات الواليات أو والله ما عندي أي فكرة. خلونا نكمل الأغنية. لساني يا رباه في غنية دوبي مكتوبين داوي الخير، يا لساني يا رباه يا رباه. ذكرني بتعليق فارس عوض، يا رباه يا الله مش ممكن. الأغنية عظيمة، فوبيا رائع، فوبيا مبدع، يا سلام. خلص شيلونا من التعليق، خلونا نكمل الأغنية. والله حمستني الأغنية جدا جدا. فوبيا بالفترة الأخيرة عم بيعمل أعمال عظيمة جدا، أعمال بتتخلد في التاريخ. خلونا نكمل. حاربوا على الطورو، يا سلام. لا 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 لحد الآن فوبيا عم بيشتغل شغل عظيم. تحسوا فوبيا هو ترك أعمال الكلاشات، صار يركز على مثل هيك أعمال بتحاكي الحياة الاجتماعية، بتحاكي بالواقع اللي عايشين فيه. أول شيء من اسم الأغنية فكرته كلاش، لما فتحت الأغنية لقيت شيء تاني، شيء عظيم جدا من فوبيا. في كتير ناس بيقعدوا بينتقدوا فوبيا على الأعمال اللي عم بقدمها، بس يا جماعة صراحة أنا واحد من الناس اللي حاليا قاعد عم اسمع أغاني فوبيا القديمة والجديدة. شوف ستايل جديد من فوبيا، نظارات ناسي صار حياتي يومبار وما من قاسي نعيش براسي، الدنيا نعيش براسي، الدنيا كومبار.
يا هاي النقطة اللي عبق لكم عليها من زمان يا جماعة. فوبيا عنده طبقة صوت خاصة في العالي، لما بيطلع بالأغاني في العالي بيعمل أداء عظيم، مو أي رابر بيقدر يعمل هيك. اسمعوا واني ناسي. شفنا هالإبداع بأغنية إليميناتي لما أغناها كلها بالعالي. بعد هديك الأغنية خلص أنا أدمنت فوبيا. خلونا نكمل. اسمعوا واني ناسي راني ناسي زهر حياتي يومبا ما من قاسي نش براسي دنيا هادي كومبا. منعيش براسي ما منعيش على كيف الناس. ريسبكت فوبيا. طبعا هي تبعت رأي الناس من عندي الإضافة. خلونا نكمل. راني ناسي راني ناسي زهر حياتي يومبا وما من قاسي نش براسي دنيا هادي كومبا. الدنيا هذه كومبات. الدنيا هذه حرب. بس شغلي ها شوي سلبية بفوبيا بآخر فترة. الفيديو كليبات لكم اياها بوجهة نظري، مو دائما الرابر بيحسن اختيارات الفيديو. احيانا شركات الانتاج كتير لها دور في اختيار الفيديوهات، او احيانا ذوق الرابر باختيار الفيديوهات ما بيعجب كل الناس. يعني هالشي عادي، في فيديوهات اكيد راح ينتقدوهم الناس، في فيديوهات راح يحبوهم الناس. المهم خلونا نكمل اغنية. اني ناسي. خلونا نكمل. نابز الفرشة دعم ستران والكرشة قد مسحح لحد القرشة شكون اللي راجل مشى قولوا القوت سرحولي برضايتي خاطيني تدراه فاعل خير يحبولي نحب نعيش انا زملاه شهرة هذيك البالون يا تماركي يا تروسوفي بلاد ما يوفي. شهرة هذه كالبالون. الجملة الثانية ما فهمتها. دقيقة شو قال هون؟ شهرة هذيك البالون يا تماركي يا تروسوفي بلاد ما يا جماعة رش كلمة فرنسية غير قدرت ربك لتفهمها. شهرة هذيك البالون يا تماركي يا تروسوفي بلاد ما يا تماركي يا تروسوفي. والله ما بعرف شو يعني تروسوفي. هي اكيد كلمة فرنسية. يا جماعة فوبيا واحد من الناس لما كان يغني من زمان كنت ما افهم عليه ولا اي كلمة، كنت حس حالي ابدا نوب في اللغة الجزائرية. اما هلا يا جماعة بعد ما كتير استمعت لفوبيا اللهجة تبعيته توضحت لي شوي، ها صرت افهم شوي، ها 50% القط 60%. وكل الطالون هكا حياتي وبروفي فدنا صوت القلالين بقالم قلالين. هي ما فهمتها. هي 1 2. فدنا صوت القلالين بقالم حبر ومحترم بقالكم عقدة والانين لغز الضايع في الهرم قالكن عقدة والانين لغز الضايع في الهارم. شحال كتبوا لي القصة وقاعد يجروا في خواري كذبوا علي في القصة. شوفوا يا جماعة لما بعيد الأغنية أكتر من مرة يعني شوي شوي بتتوضح الكلمات، لأنه هي مو قصة إنه ما عم أفهم الكلمات، هي قصة إنه اللكنة تبعيته صعبة علي. يعني سوق نسا اللي في بالك ما هو بالي شوف كلامي اللي نشفو حب ليالي اللي صار أسمع ليكم ما يخفو ماشي كادم الصار ايش براسيني الحايب ونصور لساني. شوفوا كلامي اللي نشفو حب ليالي اللي صار اسمع ليكم ما يخفو ماشي كادم الصار ماشي كاظم الساهر. عم بقولكم بوضوح الزلمة جاي يغني الراب بأصوله، ما جاي يقعد يطربكم يعملكم طرب جو طرب. وإذا أنت ما بدك تقعد تسمع على فوبيا لا تسمع الراب بالأساس. خلونا نكمل. لساني اللي يجرح دايما نقولك لساني اللي يجرح مالك وتموتنا لا يقدر فيا يتارد ناقص ذنبي كي يقطع يا كان الشاي غارد نتفتح بيبتي ونقلع. راني ناسي زهر حياتي أمبا وما من هاي أمبا كمان ما فهمتها يا جماعة. في كلمات يعني فرنسية عم بيستخدمها، هاي الكلمات ما عم افهمها. بس بحال يا جماعة انتو كتبتوا لي الكلمات عن جد رح تكون كتير ساعدتوني. مثلا كلمة أمبا والكلمات اللي سألتكم عليها من شوي بكون ممتن لكم. راني ناسي قاسي نعيش براسي الدنيا هادي بات راني ناسي وتما ناسي زهر حياتي يومبا راني ناسي نعيش براسي نعيش براسي هادي كومبا راني ناسي راني ناسي. زهر حياتي يومبا. يا جماعة كذا مرة أنا عبت لكم إياها في الأغاني، إعادة الكورسات بتخلي الأغنية تطبع براسك. كمان شفنا فوبيا بيعتمد هالأسلوب عاد بعض الكلمات مثل راني ناسي هذه الدنيا كومبات. إعادة هذا المقطع بتخليها من أول مرة بتسمعها تعلق بمخها وما بتعود تطلع. وفوبيا ذكي بيعرف يشتغل على هالأسلوب. شفنا بيستخدم هذا الأسلوب في كذا أغنية مثل إليميناتي. كمان شاد عاد الإليميناتي الكورس تبعه إليميناتي تمني مصلحتي يا. خلينا نكمل. آسف يا جماعة تفاعلت شوي مع الأغنية. ما من قاسي نجم
ناسي دنيا هادي كومبا راني ناسي كنا ناسي زر حياتي يومبان وما من قاسي نيش براسي دنيا هادي كومبا. اخ شغلة تانية، اوتو تيون عم بضيف لصوته احساس عالي جدا. في ناس عم نشوفهم بيقعدوا بيستخدموا الاوتو تيون بجيبوا العيد. انا بما اني بحب الاوتو تيون وبحب الاسلوب الراب النيو سكول، بقدر ميز بين الرابر اللي عم بيشتغل على الاوتو تيون صح والرابر الفاشل اللي ما بيعرف يستخدم الاوتو تيون واللي ببشع الاغنية اللي بيستخدم الاوتو تيون. خلونا نكمل. هذه الدنيا كومبات. اسف يا جماعة كثير وقفت الفيديو بس مضطر مشان حقوق النشر. اوف عمل رائع سيخلد في الراب الجزائري لعدة عقود. المهم يا جماعة، شفنا فوبيا القديم عاد وبقوة، شفنا رجاء القديمة عادت وبقوة، الذات عاد وبقوة. يعني الراب الجزائري عم يقوى بوجود هؤلاء العظماء في الراب الجزائري. المهم يا جماعة، هلا وصلنا للنهاية. لايك وسبسكرايب واشتركوا عندي في القناة، رح تكون رابط انستغرامي في الوصف. هذا كان كل شيء لليوم. سلام.